يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل أكلة موفرة من غير لحوم، وفي نفس الوقت طعمها حلو ومغذية جدا. لو عندك أطفال هيحبوها وهيطلبوها منك على طول. هنعمل فتة البتنجان بطريقة سهلة وبسيطة، ومكوناتها بسيطة جدا ومش مكلفة. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هجيب بتنجانة رومي وهبدأ أقطعها شرايح بالشكل ده، وبعد كده هقطعها مكعبات، بس ياريت نراعي ان المكعبات تكون سميكة شوية عشان لسه المكعبات دي هتكش مننا في الزيت. بعد ما اخلص كل تقطيع البتنجانة اللي عندي، هجيب مصفى وهبدأ احط فيها مكعبات البتنجان بالشكل ده. عشان دلوقتي هحط عليها معلقة كبيرة من الملح، وهسيبها تصفي ميتها عشان ما تشربش مني زيت وانا بقليها. هبدأ افرك البتنجان عشان اوزع الملح كويس، وهسيبه لحد ما يصفي ميته، وهنروح نعمل العيش بتاع الفتة. انا مستخدمة عيش بلدي، ممكن تستخدمي اي عيش متوفر عندك، ممكن عيش ابيض او عيش لبناني، اي حاجة متوفرة عندك. انا دايما بحب استخدم العيش اللي هو بايت شوية وخلاص مش هناكله، بستخدمه في الفتة. بدأت اقطعه مكعبات بالشكل ده، وبعد كده هجيب طاسة فيها زيت غزير سخن، وهنزل بمكعبات العيش. هفضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي. اول ما تاخد لون ذهبي فاتح هبدأ اطلعها، ما تخليهاش تغمق منك عشان هي بعد ما تطلع من الزيت هتغمق شوية كمان. بدأت اطلعها بعد ما خدت اللون الذهبي الفاتح ده على مناديل مطبخ تصفي بس الزيت شوية، وبعد كده هشيل المناديل من تحتها عشان تفضل مقرمشة. وكمان على فكرة ممكن تحمصوا العيش ده في الفرن لو حابين الأكلة تكون خفيفة شوية، أو كمان لو عندكم اير فراير هتبقى حلوة قوي، تحطوا عليها معلقتين كبار من الزيت وتحمصوها في الاير فراير، هيبقى حلو جدا برضو. بصوا بقى، بعد ما طلعنا العيش من الزيت اغمق كمان شوية، عشان كده بقولكم ما تخلوش يغمق قوي منكم في الزيت لانه لسه هيغمق بعد ما يطلع. بعد كده بقى هنرجع للبتنجان بعد ما غسلناه بالمية كويس ونشفناه. هنحط عليه معلقتين كبار من الدقيق. الدقيق هيخلي لونه ذهبي ومقرمش شوية. هبدأ أقلبه بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالبتنجان في الزيت، في نفس الزيت اللي أنا قليت فيه العيش. هفضل أقلب البتنجان لحد ما ياخد لون ذهبي، وبعد كده برضو هطلعه على مناديل مطبخ عشان يصفي الزيت الزيادة اللي بيكون فيه. طبعا البتنجان لو انتوا عايزينه خفيف شوية ممكن تعملوه في الفرن، او لو عندكم اير فراير هتبقى حلوة قوي برضو. بمعلقتين زيت كده وتحطوها في الاير فراير هيطلع طعمها حلو قوي. بعد كده هنروح بقى نعمل الرز. هنجيب حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت، وهننزل بمكعب من المرقة. هنبدأ نقلب المرقة لحد ما تدوب بالشكل ده، وبعد كده هننزل بكوبايتين من الرز مغسولين كويس. هنبدأ نقلب الرز في السمنة والزيت والمرقة عشان أولا يشرب من طعم المرقة كويس ويبقى ليه طعم حلو، وكمان السوائل اللي في الرز تنشف كويس عشان الرز ما يعجنش مننا. بعد كده هنغطي الرز بمقدار من المية المغلية، وطبعا المية لازم تكون مغلية عشان الرز يبقى مفلفل وما يبقاش معجن. هديله تقليبة وهسيبه على النار لحد ما يشرب ميته، وأول ما يشرب ميته هنوطي عليه خالص لحد ما يستوي. ولو عندك الشياطة بتاعة الرز يبقى يستحسن تحطي الرز عليها. بعد كده هنروح بقى نعمل الصوص اللي هنحطه على الفتة من فوق. هنجيب طبق غويط عشان يساعدنا في التقليب. هنحط كوبايتين من الزبادي، ربع كوباية من الطحينة، وهننزل بفص كبير من الثوم او فصين صغيرين. بعد كده هننزل بعصير ليمونتين، وهنقلب المكونات كويس لحد ما تختلط مع بعضها. على فكرة الصوص ده طعمه حلو جدا، وممكن تعمليه مع فراخ مشوية او كفتة، مش شرط الفتة، يعني ممكن يتاكل مع اكلات كتير. وانا بقلب السلطة بتاعتي او الصوص بتاعي، لو حسيت ان هو تقيل هزود شوية مية
وياريت تكون مغلية عشان تسهل معايا تقليب الطحينة، يعني تقريبا معلقة كبيرة كده. لو حسيتي وانتي بتقلبي ان القوام مظبوط خلاص يبقى مفيش داعي للمية. بعد كده نقلت بقى الصوص بتاعي في حاجة كده ليها بوز عشان تبقى سهلة معايا وانا بصب الصوص بتاعي على الفتة. هجيب بقى الصينية اللي انا هقدم فيها الفتة، وحطيت الرز، وبعد كده هحط البتنجان، وبعد كده العيش، وبعد كده هصب الصوص الجميل اللي احنا عملناه. ودي طبقات الفتة بتاعتنا. على فكرة ممكن تستغني عن الرز، وممكن تعملي البتنجان والعيش والصوص لوحدهم، وهيبقى ميكس حلو قوي. وممكن يبقى طبق مقبلات، وهيبقى حلو قوي جنب الاكل برضو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.